تروب عندنا ازاي؟ بناخد اللبن زي ما انتم شايفين كده. العشاء هتدن علمكم النهار طويل. حالبين في الفجر والعشاء هتدن، احنا دلوقتي مصاب. الفطير. فالمهم يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده باذن الله كده هنحلب معاكم البقرة ونقول لكم على شوية معلومات عن الحليب. اللي من دول يا جماعة ترويب اللبن، الناس اللي ما تروب اللبن للكشك. هنقول لكم شوية معلومات عن ترويب اللبن وازاي ما نروب اللبن. اللهم صل وسلم. البقرة مش هتحن. بصوا ماما تعمل لها ايام ولا فعلا ان هي ما تاكلش لها كده. بصي ان شاء الله باذن الله كده يكرمنا ربنا في يوم وسط السبوع كده ونجي نخد لكم القرد. دي مالك يهديك ربنا يا غالي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اوعى يا ناس من ورا البقى احسن تدوس عليك يا اطلع بره وعلى اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا كل سنه وانتم طيبين. يعني النهارده الفطير بتاع الجمعه الطويله، او احنا بنقول الجمعه الطويله لمندوله يعني، او بمعنى اصح شم نسيم. بس احنا ما عندناش شم نسيم، احنا مسلمين وموحدين بالله. فبس هي دي عادات وتقاليد عندنا. يعني كل الجمعه دي يعني اللي هي الطويله دي اللي يقولوا عليها، انا مش عارفه طويله، هي زيها زي جمعه يعني. بس يا جماعه فيه هي كل واحده يعني مجوزه بنتها وكده تعمل لها فطير، تبعت لها لو مقدرتها ان هي تعمل فطير بتعمل لها صينيه فطير، صينيه كحك بسمن بلدي يعني، وتروح بحتلها يعني مثلا على حسب مقدرتها 20 30 داحيه اكتر اقل على حسب يعني كل واحد ومقدرته. البيض اللي هو بتاع الفراخ ممكن تبعتهم لها مسلوقين لو هي في بيت على يعني يتعشوا على طول يبقيهم يعني. ممكن تبعتهم لو هي تسلق براحتها. الغزغيل الغزغيل هو يعني هي ربنا قدرها على السمن البلد وقدرها على الفطير والكحك مش والبيض مش هتقدر تسلقهم. المهم تضحك معاكم يعني. كل سنه وانتم طيبين يعني، وربنا يجعلها ايام خير علينا كده. امين يا رب العالمين. وطبعا دي يعني ان شاء الله باذن الله هنزل لكم انا فيديو عن الفطير الفلاحي ده اللي احنا بنعمله، وهقول لكم احنا بنعمله ايه، وهقول لكم عاداتنا وتقاليدنا. وهنا برضو العرايس برضو في ناس بيعملوا لها فطير وفي ناس يعني بيودي لها فراخ ومواجب اللي هو بطاطس وطماطم والكلام ده، ولازم منه رز ملف رز ملف سكر، كل واحد على حسب مقدرته يعني. اخر عروسه ودينا لها فطير امتى؟ اخر عروسه ودي لها فطير هنا. لا يا اما اختي التانية النهارده موديلها. لا الفطير العرايس قصدها هي يعني. بس دلوقتي يعني الناس كانت لما تعمل فطير وتوديه بدل المواجب، دلوقتي بيودوا فراخ الضيفه الكبيره لحم وملف سكر وملف رز والحاجات دي كل واحد على حسب مقدرته، بطاطس طماطم. فالمهم يعني يا جماعه دي عادات وتقاليد. يجي في داره ياسر حطه تحت. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم يا جماعه كنت اما اقول لكم فوق الفيديو عن ترويب اللبن. اما نروب اللبن ازاي، اللي هو لبن ده بنعمله الكشك الصعيده او الكشك الفلاح ان شاء الله باذن الله. لو عملنا عليكم بخيار يا بيت ما تنبش التم اطلع من عندي. هنبقى نصور معاكم ان شاء الله باذن الله واقول لكم الكشك ده بنعمله ازاي. فالمهم اللبن ده بناخده زي ما انتم عارفين كده. في ناس بتحطه في القربه يروب يا سلام على 3 ايام كده. في بقره تحب ان انتوا تحطي لها في اللبن ملح يعني تروب بيه، وفي بقره تروبيها عادي او تخضيها زي الحليب العادي وبعدين في ترويب من غير ملح عادي بس. وفي بقره يعني تروب من غير ملح. كل واحده يعني بص كل بقره على حسب انت هتجربها. لو جايبه بقره جديده مثلا هتروبها ضرب ملح، ما طلعتش سمنه وما عزلتش وما ظبطتش معاكي تروبها من غير ملح دور. تروب عندنا ازاي؟ بناخد اللبن زي ما انتم شايفين كده. العشاء هتدن علمكم النهار طويل. حالبين في الفجر والعشاء هتدن، احنا دلوقتي مصاب. فالمهم يعني اتاخرنا من الفطير والحاجات دي. فاحنا بنحط يعني ملح ويسيبه كام يوم كده لما يروب اللبن معاك على حسب ما لو هتخض على الخضاد على حسب ما الخضاده تغطي المروحه يعني وهتخضيه.
ويكونوا مثلا قعدوا كام يوم كده يروبوا. لو تخض على القربة برضه نفس الكلام، يعني اسيبهم في القربة يروبوا بملح، لو بقرة هتروب بملح ماشي، لو من غير ملح برضه ماشي. كل بقرة على حسب. احنا كان عندنا البقرة بتاعتنا كانت بتروق، يعني هي كنت بروبها من غير ملح، يعني باخدها من غير ملح. بتاعة الجماعة ممكن بملح. كده احنا خلصنا وهنبدأ معاكم البقرة ايه التانية دي ان شاء الله بإذن الله، وهنحكي معاكم عن تروب اللبن بس في باقي الفيديو. هنسيب العدلة الصغيرة ونيجي نكمل. سيب العدلة، رحنا دخلنا نحل العدلة مش هتمشي حاول، عشان البقرة البكرية دي مش هتحن غير على بيتها. اما البقرة الكبيرة دي هنبدأ حليب البقرة عاد البكرية. بس يا حبيبتي ربنا يصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ما نحلب البقرة البكرية ربنا يصلح حالها ويهديها. بص الضرة بتاعتها الرقصة غطيتها. انا مقربه لكم على قد ما اقدر عشان الضرة انتم بعيد مش هتشوفوها. بص هي ما تبقى مش باينة اصلا. ده انا هي باينة دلوقتي، انا محلوبة مبارد يعني ساعات ما تبقى اقل من هي مش باينة. الضرة بتاعتها لونها صغير. حاول نسيب حسب. احنا قلنا لكم في كذا فيديو ده الحليب القباضي ده اللي هو قبضت كده تمسك بداك الاثنين. بصي هتضفر على صوابعك. بس خبطت ام على راسها بديها. اقف انا وين اخلي الحمر لحد هنا. هذا يحل ما يحل العيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو وصلتوا في الفيديو لحد هنا ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، ولو اول مره شافوا قناتي يسعدني ويشرفني انكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله باذن الله ننزل لكم كل الفيديوهات عن حليب البقر عن اي حاجه في الريف يعني ان شاء الله باذن الله. هذه فاضي شغلهم هنا اللي فاضيين هنا. هم الورقين ما فيهمش بس الأحفاد جنبه وجنب زي قدام. يا قفاي علينا ولادك ده زي حبكات محسودة. كان واحدة ما تقول لي على فكرة ام عمر البقرة اللي تعمل حمام وهي بس يعني محسوبة على طول. وهي قال وهي ما تتحلب دي تبقى محسودة.